قبل كده خدت سؤال ذكي شويه، فحد قال لي ايه، طب مصطفى الايجار بتاع المبنى الاداري اللي انت بتقول لي ان هو ايه كانوت بي كابيتالايزد ما بيتاصلش، قلت له اه. قال لي بندفعه في الشركه مقدما فبيبقى بريبيد اكسبنس، والبريبيد اكسبنس ده ايه؟ اسيت، صح؟ اصل متداول. قال لي دي اتاصلت اهي. يقول لا، احنا بنحكم عليها امتى؟ لما تستهلك الايجار. هو انت كل اللي عملته انك شلت من الكاش وحطيته في بريبيد، والبريبيد زيه زي الريسيفبلز كده، لكن هل انت استخدمت محل الايجار؟ لا. طب ايه الدليل؟ تعال نفترض ان الايجار المصنع والمبنى الاداري الاثنين بندفعهم مقدما، يبقى كده الاثنين موجودين فين دلوقتي؟ في البريبيد. حلو. خلصنا اول شهر، بتروح انت تعمل الرنت الامورتايزيشن، صح؟ وبتروح قايل ايه؟ ديبت الايجار وكريدت البريبيد. حلو. طيب الايجار بتاع ده هيروح فين والايجار بتاع ده يروح فين؟ الايجار بتاع المصنع لا قبل الكوكس بقى، خلينا نتكلم على الايه قبل ما ابيع. مش هو لازم يعدي على البالانس شيت؟ لازم هيعدي انفنتوري، لكن التاني مستحيل يعدي على البالانس شيت اللي هو بتاع المبنى الاداري. اول ما يحصل هيروح على الانكم ستيتمنت، انما التاني هيتحمل على المنتج ويبقى في الانفنتوري اللي هو بتاع المصنع يعني. فاهميني؟ لذلك احنا بنحكم بان هي كابيتالايزد او كانوت بي كابيتالايزد امتى؟ لما يتم الايجار، مش لما تروح تدفع. ماليش دعوه بالدفع، عندي دعوه استخدمت ولا لسه. اوكي؟